السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مساء الفل والجمال على احلى عيلة في الدنيا. وحشتوني جدا جدا. النهاردة بقى هنعمل مع بعض أكلة البانيه، مفيش حد بيختلف عليها. هنحضر مع بعض بقى التتبيلة، والفيديو فيه تفاصيل كتيرة بقى، من أول التتبيلة لحد رصتها على السفرة. سموا الله ويلا نبدأ الفيديو. هنا بقى هنا معانا بانيه، كيلو بانيه نصين. طبعا انا فضيته هنا في الطبق وهبدأ بقى ايه، هحطه في مية هنقعه شوية قبل ما ابدأ اتبل، عشان لو في اي زفرة وكده. فبنحط بقى الطماطم، طماطم كده بفتحها نصين او 4/4 على حسب، واحط شوية دقيق وعصرة ليمونة وانقعهم شوية، ايه علشان الزفرة لو فيها اي زفرة ولا حاجة ميبقاش فيها زفرة قبل ما نتبل البانيه. نبدأ بقى هنا نحضر التتبيلة. هنا بصلة مبشورة وطماطمية مبشورة وفلفل اسود وكمون لا مش كزبرة، فلفل اسود وكمون وبابريكا وبصل بودر، وهحط عصرة ليمونة ومعلقة زبادي بقى ومعلقة خل صغيرة. هنا حطيت برضو سنة كركم بسيطة عليها، برضو بتبقى بتدي طعم كويس برضو. معلقه زبادي صغيره، ما حطيتش العلبه، يعني هي العلبه ما حطيتهاش كلها. هقلب بقى التتبيله كلها في بعض كده وحطيت ملح. افضل اقلب بقى لحد ما الزبادي يطوف مع التتبيله، وابدا بقى انزل بالبانيه في قلب التتبيله. انزلهم كلهم كده وابدا بقى اقلب كويس قوي، علشان خاطر التتبيله كلها تدخل في قلب الفراخ، في قلب البانيه كله وتتشرب. واسيبها بقى شويه يعني هو الافضل مثلا لو هنعملها من بالليل، بس انا سبتها ساعتين واشتغلت فيها على طول. هنا بقى هبدا اجهز اللي هو اللي انا هغلف بالبانيه يعني. هنا فيجيتار حراق بقى، انا عامله طبقين، طبق فيه فيجيتار حراق لان في اللي بيحب الفيجيتار اللي بيحب البانيه حراق، وفي اللي هو البارد، فانا عامله طبقين، طبق فيه حراق وطبق بارد. هنا حطيت كيس فيجيتار حراق مع بقسماط، والطبق التاني الصغير ده حاطه فيه فيجيتار بارد مع بقسماط. بقلبهم مع بعض وبحط عليهم برضو شويه فلفل اسود علشان خاطر يبقى ريحته كويسه. وببدأ بقى احط اكثر بيضة. انا هنا بقى بحب مش بحب احط طبق واحط فيه بيض واشيل البانيه من التتبيله واحطه على البيض. انا بحب احط البيض على التتبيله قبل ما ابدا اشتغل، وببدا اشتغل على طول. هنا حطيت بيضه لقيتها قليله، فحطيت كمان بيضه، بس ما جبتهاش معاكم في التصوير. بدأت بقى اخد البانيه وابدأ اغلفه كويس قوي. بفضل اقلبها من الاتجاهات كده لحد ما تشرب وتاخد كفر كويس كده زي ما انتم شايفين. هفضل بقى اعمل كل الكمية كده بالشكل ده. ما هي بعمل كده يعني اللي هو بقلبها وافضل اضغط عليها ان هي تاخد الكفر بتاعها، علشان يبقى متماسك وما يبقاش سايب زي ما انتم شايفين كده. هعمل بقى الكمية كلها. الاول انا بعملهم كلهم الاول، وبعدين ابدا بقى اعلق على الزيت وابدا اقلي. بيبقى افضل ليا يعني، بدل ما اعمل واحده واحده جنب البوتاجاز وكده. بعمل الكميه كلها الاول، وبعدين ببدا في الزيت وكده. تمام، شايفين؟ هنا خلصت الكميه كلها بقى اهي. هبدا بقى اقليهم في الزيت. هنا بقى زيت سخن، بدات انزل بقى بالبانيه في قلب الزيت السخن. بدات اقلبه بقى. هنا بقى جهزت الفينو والكاتشب، وهعمل بقى طبق خضار كده فيه خيار بقى وطماطم، علشان برضو لو حد حابب يعمل سندوتشات. وبرضو كنت محمرة برضو مكرونة، عشان برضو في بيحب المكرونة مع البانيه، وفي جزء بيحب الفينو مع البانيه وكده. فعملت ده وده يعني الاتنين. وهنا كان عندي كابوتشا كده، بدأت اقطعها منها برضو كده واحط منها في طبق. ودي شكل السفرة النهائي اللي اللون والقرمشة بجد تفتح النفس. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم وخدتوا منه فكرة لغدوة بكرة. ما تنسوش يا حبايب قلب غادة تدعموني باللايك الجميل وتشتركوا معايا في القناة علشان عائلتنا تكبر بيكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.